السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزل في اللون. بونسوار توس. بنصيرة يا ميتشي. درت هذا الفيديو يعني قلبي كلاني تعليقا على تصريحات الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون الذي جاءت مؤخرا في شبه ندوة صحفية، يعني كالمعتاد ما فيها جديد، فيها خطاب الخشب وخطاب الكذب والبهتان، ويعني بروباغندا فاشلة وإخراج أفشل للأسف الشديد، ولا تليق بمقام رئيس دولة مثل الجزائر للأسف الشديد. وكان عبد المجيد تبون أو سيد عبد المجيد تبون يحرص ويؤكد على أنه نحن في صدد العيش في جزائر جديدة. نحن سيد الرئيس لسنا في جزائر جديدة، وإنما في جزاء أو في عصابة جديدة بوجوه محسوبة على الجزائر القديمة. أولا، كيف يعقل أنك تكون فيه جزائر جديدة ورئيس مجلس الغمة أو مجلس الأمة الرجل الثاني في التسلسل الهرمي للسلطة التنفيذية في الجزائر، اللي هو يعني رئيس مجلس الأمة، نسيت اسمه يا ربي، هذاك الديناصور صالح قوجيل، اللي هو كان تلاقيت به مرة مع قارة اللي كان هو ينحدر من ولاية البوليدة، وكان وزير سابق، وكان في تصحيحية الأفلان ضد عبد العزيز بالخادم. كيف يعقل أن تبني جزائر جديدة بوجه ان فيزاج بال كيما صالح قوجيل، يعني شخص كان أكل في كل الصحون، في نظام بومدين ونظام الشاذلي بن جديد ونظام بوتفليقة. كيف يعقل يا سيد الرئيس أن تكون هناك جزائر جديدة ويكون وزيرك الأول أيمن بن عبد الرحمن اللي هو كان وزير المالية، وقمت بتعيينه على رأس حكومتك خلفا لعبد العزيز جراد، اللي هو كان محافظ ومسؤول البنك المركزي الجزائري والمسؤول المالية في البنك المركزي منذ سنة 2011 إلى غاية فترة الحراك الشعبي المبارك في 22 فبراير من سنة 2019. أيضا لاحظت أنه العديد من الصحفيين سواء في القنوات الإذاعية العمومية أو الإذاعة العمومية أو الخاصة أو حتى في نشرة الأخبار كانوا يشتغلون في مجمعات صحفية تابعة أو للأشخاص الذين سميتهم يا سيد الرئيس بالعصابة، على رأسهم علي حداد. نعطيك مثال، الانيماتور اللي هو بدر الدين عباس، اللي هو كان يشتغل في قناة التلفزيون دزير نيوز ودزير تي في التي كان يملكها علي حداد، واللي اشتغلت فيها أنا، واشتغلت في مجمع الوقت الجديد كمراسل لوقت الجديد لوقت الجزائر ولو طون دالجيري آنذاك، اللي كان الرئيس المدير العام والمسير السيد محمد حاكم وأمين علام، واشتغلت معهم depuis 2015 jusqu'à 2018. أيضا هذا بدر الدين عباسي بمعارفه وبإحدى توسط له أحد الجنرالات النافذين، وأصبح اليوم يقدم نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون الجزائري رفقة سهام خليفة التي أنا أتذكر أنها كانت تقدم نشرة الأخبار الواحدة منذ عهد المقبور عبد العزيز بوتفليقة. جيب لكم باغي ديروا جزائر جديدة يا سيدة الرئيس، جيبوا لنا صحفيين وجيبوا لنا ناس جدد كفاءات، مش يعني عندهم لي زيبول تاعهم حاميين وجابهم جنرال وجابهم رجل اعمال وفرضهم، يعني باش حنا نقدروا نامنكم ويقدر الشعب الجزائري يامنكم. لو بوبل الجيريان étant primé par le pouvoir maintenant, il est en ébullition اي effervescence. يعني الشعب راه يغلي يا سيد الرئيس، على بالي بلي انت على بالك بلي الشعب اللي اون تران effervescence، يعني ولكن ما راكم لدينها في عماكم. ايضا فيه صحفية اللي لاحظها الكل
أثناء خطابها أو أثناء إجرائها حوار مع عبد المجيد تبون، اللي هي سهيلة الهاشمي، اللي هي رئيسة التحرير في القناة الإذاعية الجزائرية. هذه هي لمن لا يعرفها. سهيلة الهاشمي اللي كانت لابسة ديكولتي، والصدر تاعها الأداء تاعها تبان عندما قامت بحوار مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق الدكتور محمد عيسى، وأثارت آنذاك على ما أظن في سنة 2018 أو 2017 ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا فيه صور تجمعها مبتسمة وفخورة جدا مع الوزير الأول المسجون أحمد يحيى، مع رجل الأعمال مراد علمي، مع وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المسجونة حاليا هدى فرعون، مع كل المسؤولين الجزائريين الذين قامت بمحاورتهم في الإذاعة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية. هذه هي سهيلة الهاشمي. Voilà, c'est ce qu'il fallait pas. Pardon. Allô? Oui, bonjour. Oui, ça y est. Oui. Attends. Linda? Elle est au niveau du Parlement et elle sera prochainement discutée. Moi, j'ai commencé la radio par hasard, parce que j'ai fait des études en droit. Et je me suis retrouvée à faire un concours d'admission à la chaîne 3. C'était, je me souviens aujourd'hui, un 16 juin 1996. Et j'ai exercé en tant que reporter pratiquement, et je reste dans mon âme intérieure une reporter, une fille de terrain. Je suis très attachée au terrain. J'ai commencé par la suite à animer en 2003, exactement en mars 2003, l'invité de la rédaction. Dans un premier temps, c'était temporaire. J'ai remplacé une collègue qui, elle, animait l'émission, qui s'appelle Rania Chérif. إذن أنا لا أظن ذلك سيدتي الكريمة سيدة سهيلة الهاشمي أنك دخلت إلى الإذاعة الجزائرية باغازاغ، أو أنك قمت بدراسات في الحقوق ودخلت. كل الأشخاص الذين يشتغلوا بنسبة 95% الذين يشتغلون في الإذاعة الجزائرية أو في مؤسسة التلفزيون الجزائرية ليون تيفي أو حتى في القنوات الخاصة دخلوا إلى هذه القنوات وهذه المؤسسات بالواسطة في الجزائر حتى تشتغل كموظف في تلفزيون جزائري وكمقدم نشرات، أو لابد أن يكون في ظهرك وفي كتفك من ورائك ان جنرال ولا رئيس وزراء ولا حتى رئيس أو مستشار باش يعطيك ان كودما. يعني بركم تكذبوا على الناس. وسأخصص حلقة وستكون حلقة نارية حول الفضائح الأخلاقية التي تقع في مبنى الشهداء في التلفزيون الجزائري. وهذه مجرد عينة يعني شفناها طريقة يعني واش كانت تلبس. روحوا شوفوا، دوك ننشر لكم قبل ما ننشر هذا الفيديو واش كانت لابسة مع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى طيط. يعني حضرت لكم علاقته مع البحرية، شيخة بحرية ودخوه. يعني صراحة سي هوريبل اي سي انكرويابل. ايضا سمير العقون يا سيد الرئيس، كيفاش تجيب واحد كان يقدم اخبار، كان صحفي في قناة، كان سابقا يعبد، استغفر الله غفور رحيم، ونحن لا نعبد الا الله سبحانه وتعالى ولا نقدس سوى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا سامي العقون كان يعبد محمد حاكم وكان يعبد علي حداد. وانا تلاقيت به لما كنت نطلع الى الجولف، الى مقر القديم تاع دزاير تي في ودزاير نيوز ومجمع الوقت الجديد اللي كنت نخدم فيه مراسل من وهران ومن مستغانم، وكنت حاكم منهم الغرب مع امين علام. واليوم تجيبه وتديره يا سيد عبد المجيد تبون كناطق رسمي باسم الرئاسة وباسم الحكومة الجزائرية.
جيبوا أشخاص تاريخهم ناصع، جيبوا أشخاص ما عندهم حتى علاقة بالجزائر القديمة، حتى ممكن أننا نأمنكم أنكم بصدد التحضير أو العمل على جزائر جديدة بعيدا عن الذهنيات القديمة وعن عدالة التليفون. للأسف الشديد هذا غير حقيقي. أنا قلتها وسأعيدها، نحن أمام عصابة جديدة بوجوه الحقبة البوتفليقية التي دمر فيها عبد العزيز بوتفليقة كل القيم الأخلاقية والدينية، وللأسف الشديد لا رحمه الله ولا سامحه الله. حياكم الله وإلى اللقاء.